السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه؟ ابرز ارقام مصطفى شوبير مع الاهلي. شارك شوبير مع الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي منذ تصعيده في 16 مباراة. حافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات. اهتزت شباكه 8 مرات، وتمكن خلالها من التصدي ل 34 هجمة من اصل 43 هجمة راحت على مرمى مصطفى شوبير، وصد 4 انفرادات من اصل 8. أولى مباريات مصطفى شوبير مع الأهلي أمام الترسانة موسم 2019 2020 في دور ال 16 من كأس مصر، ووقتها حقق الأهلي الفوز بنتيجة 2-1. اعتمد كولر على شوبير ضمن التشكيل الأساسي للفريق في نهائي دوري إفريقيا النسخة الماضية أمام الوداد المغربي في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي بعد إصابة محمد الشناوي، وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف. استطاع شوبير التصدي لأكثر من هجمة من الفريق المغربي، وشاهد إشادة كبيرة جدا من جمهور النادي الأهلي ووضع الثقة بينهم. حقق مصطفى شوبير منذ تصعيده الفريق الأول مع القلعة الحمراء 12 بطولة، بواقع بطولتين دوري مصري و2 كاس مصر و3 بطولات أبطال إفريقيا و3 بطولات كاس سوبر مصري و2 كاس سوبر إفريقي، بالإضافة 3 برونزية بمونديال الأندية. شوبير تم تصعيده للفريق الأول موسم 2019، وقتها كان متولي طارق سليمان مهمة تدريب حراس مرمى الفريق. أصبح الحارس الثاني للفريق بعد الحارس الأول محمد الشناوي عقب رحيل علي لطفي. ده مصطفى شوبير اللي احنا بنقول عليه ما يصلحش للنادي الأهلي، أو ما يصلحش حارس أساسي للنادي الأهلي للفريق الأول. أرقام جميلة جدا وحاجة تشرف لاعب عنده 24 سنة، وأرقامه حلوة جدا جدا بالنسبة لي. ياخد فرصة، وما نزعلش إن مفيش حارس جديد جه الأهلي، لأن إحنا عندنا حراس والله ممتازين. وكل الأرقام دي للاعب قاعد دكة، كل الأرقام دي للاعب قاعد دكة. مصطفى شوبير مشروع نجم. والسلام عليكم.